احذروا الله وأعطوه المجد، لأن ساعة قضائه قد حانت الآن وصارت قريبة. هناك إله واحد فقط، إله الخالق، وكان الكلمة في البداية هي الكلمة الوحيدة، وكان الكلمة مع الله، وكان الكلمة هو الله، كان مع الله في البداية، وتم صنع كل شيء بواسطته، وبدونه لم يتم شيء مما تم عمله. اخشوا هذا الله وأعطه المجد. ساعة قضائه قد حانت، حان وقت الحكم. أخي، أختي، بدأت بالأموات ثم تتحول إلى الأحياء وتستمر في السيطرة. كلمة الله تقول: الأحياء يعلمون سيموتون، الموتى لا يعلمون شيئا. في الموت لا يوجد معرفة. سفر الجامعة 9. حان الوقت لحكمك. قد يمر اسمنا في أي وقت دون سابق إنذار. كيف حال روحكم؟ كيف حال قلوبكم؟ نحن دائما بحاجة إلى ماء منقى، بديل يمكن أن يمثلنا في الوقت الحاضر بشكل كامل. ما أجمل أن يكون لدي هذا البديل. تتذكر عندما تم استدعاء إبراهيم ليضحي بابنه، ظهرت خروف ليحل محل الابن، وكان البديل. لم يكن عليه أن يموت ابن إبراهيم. ما أجمل! يا كيف حال روحك؟ نحن في خطر على حياتنا. غدا لا نعرف ما إذا كنا سنكون أحياء أم أموات. الشيطان العدو هو صاحب الحرب، يحب الحروب والصراعات. الله محبة، الله الأب والابن والروح القدس، إله واحد، لا يوجد إله سواه فقط وحده. ماريا لم تكن امرأة جيدة بعد وفاتها وهي نائمة في القبر. الطقوس والاحتفالات اللي كان يقوم بها الكثيرون في الماضي لا نقوم بها، لأن يسوع كان الوفاء، كان الحمل اللي مات مكاننا. نحن لا نقدم الحيوانات، ولكن نقدم التضحيات الروحية للآخرين. نحن لا نقدم لله أيضا البخور والدخان، ولكن نقدم التضحيات من الثناء، كلمات شكرنا. ولكن كل ما أعطاه الله، وهي الوصايا الأخلاقية مثل الوصايا 10، نحن نفعل ذلك، وأيضا الأوامر الأخرى للحياة. الله عادل، لا يطلب شيئا صعبا للوفاء به، ولكنه محدد. وانتهاك هذه القواعد، انتهاك القانون، هو خطيئة. بمساعدته يمكننا أن نتوقف عن الخطيئة ونعيش بطريقة ترضي خالقنا. في أحد هذه الوصايا يقول للانتظار يوما في الأسبوع، لأنه في الخلق عندما خلق الله العالم، خلق العالم في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. لذلك حتى اليوم يعكس اسم أيام الأسبوع ذلك: الأربعاء، الخميس، الجمعة، اليوم السابع، السبت، فيه استراح الله. بس الله ما يتعب، ودي طريقة للتعبير. قام بذلك كمثال. مثل والدي أيضا يطلب مني خدمة، يفعلها أولا ليعطيني المثال. لذلك نستريح يوما واحدا في الأسبوع، لأن الله أمر بذلك منذ الخلق، أعطانا المثال. ليس فقط لليهود، بل لجميع الأسرة البشرية. ولكن مرة أخرى ليس كافيا أن أحتفظ بيوم في الخارج. إذا كانت عندي أفكار سيئة في قلبي ولست مستريحا في قلبي، فأحتاج إلى ماء، ينبوع ماء لتطهير نفسي. هو هذا المصدر النقي والنقي الذي ينظف الخطايا التي ارتكبتها. لذلك عندما تؤمن بكل من يؤمن به ثم تؤمن، يمكن أن يكون الغوص في الماء رمزا لهذا الإيمان والتفاني العميق والانغماس الكامل. سيدخل جسمك بأكمله في الماء ثم يرتفع إلى الأعلى. الكتاب المقدس يأمرنا بأن نكون غارقين تحت الماء
وليس بوضع قليل من الماء على الجبين. ستتحرر من مخاوفك وتوتراتك. هل أنا محفوظ أم لست محفوظا بأي شكل؟ سوف تكون متأكدا من الخلاص وستأخذ الحياة لونا جديدا. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق الذي يؤدي إلى الخلاص. يسوع هو أكثر من نبي، إنه ابن الله، ولد من عذراء، وهذا أمر غامض، ولكن كلمة الله تقول إننا نؤمن بأنه ولد من عذراء وعاش حياة مثالية كخروف بلا عيب، وتم التضحية به، لذلك مات، وتم رفعه إلى السماء، والآن هو موجود هناك في السماء. قريبا سوف يعود في سحاب السماء بالقوة والمجد العظيم، وسيرونه جميع الأعين بلا شك. ابحث عن المسلمين الذين قبلوا يسوع. مثلا هذا الفيديو هنا على يوتيوب بالإنجليزية، ولكن يمكنك إضافة ترجمة بلغتك. عندما تصلي بقلبك يستمع الله إلى صلواتك، لذلك اسأل الله: هل لديك فعلا ابن يا الله، الرب الخالق العظيم؟ هل هذا ما يقولونه عن الكتاب المقدس، الكتاب المزعوم؟ عرض يا سيدي. من يعرف يمنحني حلما لأرى من هو يسوع. أود أن أعرف. لا ترفض هذا الحلم عندما يعطى لك. يسوع هو ابن الله مخلصك. أدعوك لأن تصلي معي، لنركع، ويمكنك تكرار العبارات بعد أن أنتهي من الصلاة الخاصة بي. سأصلي بانتظام، وبإمكاني تكرار ما أقوله إذا أردت ذلك وفقا لما أرغب فيه. يا رب الله الخالق، نود أن نستغفر عن جميع الأخطاء والخطايا التي ارتكبناها بالفعل، ونطلب الغفران. كشف لنا، نحن نريد أن نعرفك بشكل أفضل. هل لديك ابن؟ نحن نود معرفة الحقيقة بدقة وتفصيل أكبر. كشف لنا، عانقنا، أظهر لنا الحقيقة، فهمنا الأمور. باسم يسوع، آمين. آمين. في الفيديو القادم سنرى الاستمرارية، كيف يستمر هذا التقدم في الحقيقة. الله يبارك فيك. اخشوا الله وأعطوه المجد.